في بيوت كتيرة في ست قاعدة في ركن شايلة هم الدنيا كله على كتفها، ودمعتها محبوسة علشان محدش يقول عليها نكدية وبتعمل مشاكل. ست بتحاول تتحمل وبتعدي، وكل مرة تقنع نفسها إن بكرة يمكن يبقى أحسن، لكن مفيش فايدة ومفيش تغيير، لأن في زوج مش شايف غير نفسه وراحته وحياته الشخصية اللي فاصلها عن بيته. أهم حاجة هو مرتاح، يخرج وقت ما هو عايز مع أصحابه، يقعد بالساعات على الموبايل ومش فارق معاه تعبها ولا حزنها ولا حتى كرهها اللي بيتسرب لحياتها. ما سألش نفسه هي هتقدر تتحمل لحد امتى؟ الست دي لا هي بتدور على هدية زي كل الستات ولا كلمة حلوة، هي بس عايزة تحس إن في حد حاسس بيها مهتم بيها، تحس إن تعبها له تمن، مش مجرد كائن عايش في البيت. لا دموعها ولا حزنها لهم قيمة عنده. بتتحول الحياة لروتين ممل بتعيش فيه الست وهي حاسة إنها عايشة كأنها ميتة. الست دي موجودة في معظم البيوت، كل يوم تقول أنا بخير وهي جواها منهارة. مش عيب إننا نتكلم، مش ضعف إننا نقول كفاية، لأن الحياة مشاركة مش استهلاك طرف واحد فيها بس. ياريت كل راجل يسأل نفسه مراتي مبسوطة ولا أنا سبب في وجعها اللي هي ساكتة عليه؟